السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني حلوين. النهاردة حيرة ما بعدها حيرة. عايزة حاجات بون بره، قال لي لا، قضي باللي موجود. افتش ابص مفيش الا الصلصة دول اللي فاضلين، طماطم من الفريزر، الاربع بيضات دول، بصلتين، بطاطستين، الفلفل والبرنجان ده، ومطلوب مني اعمل غدوة حلوة. يعني افكر بقى واعمل ايه؟ خليكم معايا. قطعت البطاطس مكعبات، جبت توم من عندي مفروم، قطعت البصل والبرنجان قطعته، حطيت عليه ملح عشان ما يشربش زيت، وادي الفلفل. لسه مش عارفين هنعمل ايه؟ يلا بينا. اول حاجه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، حطيت ماده الدهنيه بتاعتنا، وحطيت البصله اللي احنا قطعناها، نشوحها شويه بس، نسيبها ايه، نسيبها تصفر. بعد ما اصفرت معانا البصله، حطيت معاها الطماطم اللي احنا كنا محضرينها مع بعض ومش عارفين هنعمل بها ايه. ادينا خدنا البصل والطماطم وعليه ملح وبابريكا وفلفل اسود، بس كده. دي ايه بقى؟ دي الشكشوكه. كده فاضل لها البيض، نسيبها تتسبك تبقى جاهزه ايه على البيض. بس كده نغطيها كده، خلصت صلصه الايه، الشكشوكه. يلا بينا على البيض. كده الطماطم بتاعت الشكشوكه اتسبكت، جاهزه ايه اللي احنا نضيف عليها البيض. كده الصلصه بتاعتنا بتاعت الشكشوكه جاهزه. على ايه؟ نحط الاربع بيضات اللي احنا كنا مجهزينهم، وعليهم ملح وفلفل. كنا محتارين نعمل بيهم ايه، قلت ما اعمل شكشوكه. انا بعمل شكشوكه كده من غير فلفل ولا اي حاجه، يطلع قرص جميل كده، احلى شكشوكه. بس كده نسيبها بقى، نغطي عليها. يلا بينا. وادي حله على النار، هنحط الثوم بتاعنا اللي احنا محضرينه، نقلب. بس ايه، يطلع ريحته بس حاجه بسيطه كده. الثوم يبص للمرحله اللي احنا عايزينها. نحط بقى البهارات المكعبات بتاعتنا. كده حطينا ثوم، بعد كده بطاطس مكعبات. الاكله دي اسمها عندنا المكمونه. بنحط عليها ايه بقى؟ توابل، كمون وملح وتوابل اسمها دي كاري وكركم وشطه. بس بس كده. نقلب بقى كل ده مع بعضه عشان ياخد ايه من كل الطعم. لازم نقلب. دي بقى البطاطس المكمونه عندنا في بورسعيد. زي ما انتوا شايفين التوابل اللي حطيتها بتتشوح مع ايه البطاطس المكعبات، بتبقى طعمها حكايه. بصوا ادينا عملت تاني اكله من المكونات اللي وريها لكم. بس نسيبها تتشوح شويه، بعد كده هنضيف عليها ميه. بصوا الشواحن ازاي، اقرب لكم كده. خلاص جاهزه ان احنا نضيف معاها ايه، الميه الدافيه سخنه. بس كده. بصوا تغطيها حاجه بسيطه بس ما بتاخدش. بس كده. يلا نغطي عليها بقى ونسيبها تستوي. وخلصنا المكموره بتاعتنا. بصوا الجمال.
يلا بينا نكمل. وادي تالت حاجة بنعملها، بنقلي البرنجان بتاعنا. وخلصنا الشكشوكة بتاعتنا والبطاطس المكمورة بتاعت بورسعيد عندنا، والفلفل والبرنجان حطيت عليه بس ملح وكمون، ما حطيتش توم عشان ايه، كفايه اللي انا حاطه في البطاطس توم. وادي عملنا 3 اطباق من البرنجانيه اللي كانت عندنا، وكان فلفلايه وبطاطستين و4 بيضات. يا ريت تجربوا الشكشوكه المكموره. طبعا الفلفل والبتنجان كلنا بنعرف نقليه ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه، وكفايه عليا انكم متابعين. سلام عليكم.